السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هعمل شكشوكة بالبطاطس العصافيري. عندي مادة صينية فيها مادة دهنية زيت على سمن، أنزل بيها بالبصل بالشكل ده. أنزل بالملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر، ونشوح في البصل. البصل اتشوح، انزل بالبطاطس العصافيري. البطاطس العصافيري اللي هي البطاطس المتقطعه كده قطع صغيره جدا علشان تبقى سهله انها تستوي. طبعا مغسوله وما فيهاش ميه. نقلب يا دوبك تقلبتين 3 يعني دقيقة بالكتير، والبطاطس هتكون استوت لأنها صغيرة جدا. بعد كده بغطيها ووطي النار على نار هادية علشان طبعا تستوي بالبخار. البطاطس استوت بالبخار دقيقتين على النار، اللون اتغير اهي. بعد كده انزل بالطماطم المتقطعه قطع صغيره واقلب واغطي عليها، تاخد لها دقيقتين تستوي مع البطاطس. اقلب الطماطم مع البطاطس. لو الصينيه ناشفه بالشكل ده ممكن احط معلقتين من الميه، معلقتين بالعدد. انزل بالفلفل الالوان، ناخد تشويحتين نغطي عليها يندمج مع المكونات. ما شاء الله بطاطستين 2 مع الخضار اداني كمية كبيرة جدا. انزل بقليل من الكمون وقليل من الجنزبيل، ندمجهم مع بعض. عندي البيض بالكمية اللي انا عايزاها، وحاطه قليل من الفلفل الاسمر وقليل من الملح. اراعي ان انا حاطه ملح على البصلة، اضغط الملح واضربهم مع بعض بالشكل ده. انزل بمعلقتين من الخضرة. كل حاجة استوت وبقت تمام وظبطنا الملح. اظبط الصينية بالشكل ده. عندي البيض المربوب اوزعه في الصينية بالشكل ده. عندي الجبنة الموزاريلا ارشها على الوش، وبعد كده اولع الفرن على درجة حرارة 200 درجة واحط الصينية تتحمر وتاخد لها دقيقتين ونشوف شكلها ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن. وديت صينية الشكشوكة بالبطاطس العصافيري بعد ما خرجت من الفرن. شكلها جميل. نحط عليها ورقتين من الخضرة بالشكل ده، وبالهنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.